السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في وصفه عائشه مع فيديو جديد وصفه جديده. غنصايب معكم واحد التحليه هائله بالديسير، كتجي منعشه ولذيذه، توجدوها للفطور ولا للسحور لكم الاختيار. كتجي هائله بمعنى الكلمات، تستحق التجربه ديالكم. كنتمنى وصفتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا تستحق التجربه. بسم الله على بركه الله، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي في المكونات نصف لتر ديال الحليب. نديرو الحليب في الكاسرون كما كتشوفوا، وغنضيفوا عليه 3 المعالق ديال السكر. السكر لكم الاختيار، ممكن تزيدوا الكميه ديال السكر، ممكن تنقصوا. وغنضيف معلقه ديال بودره كريم باتيسير، ممكن تعوضوا بودره كريم باتيسير بالنشا. هنا كنضيف معلقه كبيره. وغنضيف فلان بنكهه الكراميل، غنضيف 2 معالق. كما كتشوفوا هذه فيها 50 غرام. هاد العلبه كتهز 4 المعالق كبار. وكنخلط الكل على البارد كما كتشوفوا، وكنديرو فوق العافيه متوسطه. ودائما كنستمر في التحراك، كنحركو في الاول بهذه الطريقه هذه باش ما كيكونوش داك التكتلات. عندنا هنا المول ديال كابكيك، وكنديرو فيه الكيسان باش غنقدموا التحليه بهذه الطريقه هذه. هذه فكره ممتازه باش كيجينا مايلين على الجنب. صافي كنديرو التحليه ديالنا فوق العافيه مهيله. كنستمروا دائما في التحراك حتى كيبانوا لنا ديك الفقاعات كتبان لي كطبخ. وكنجيبو باش نقدموها، كنديروها في هاد الكيسان كما كتشوفوا. ممكن نتوما تقدموا في اي حاجه كتفضلوها. هنا بغيت ندير النصف في هاد الشكل هذا باش كيجيكم شكل مايل بهذا الشكل. ضروري ديروا شي مول بهذه الطريقه هذه، باش كديروا غير نصف الكاس. وكنديروهم في هاد الاثنى. ملي كنقادوهم كاملين كنديروهم في الثلاجه حتى كيبردوا، بين ما كنوجدوا الفواكه والنصف الاخر باش غنعمروا الكيسان. صافي عندي هنا الفراوله، وعندي كيوي والتفاح والبنان. كنعصروا عليهم واحد النصف ديال الحامضه باش كيبقى لينا اللون ديالهم هو ما كيتبدلش. ضروري من هذه الطريقه هذه. وكنقطعوهم قطع صغيره. عندنا هنا واحد 8 الحبات ديال الفراوله، وجوج حبات ديال الكيوي، وحبه ديال التفاح، وكذلك حبه ديال البنان. كيخرجوا لنا واحد الكميه كثيره ما شاء الله. كنقطعوهم بهذه الطريقه هذه رقاق باش كيعطيونا واحد الشكل زوين، واحد المنظر هائل بمعنى الكلمه. غير جربوا هاد التحليه هذه ان شاء الله تصدق معكم من اول تجربه، وكتعجب الكبار والصغار. توجدوها للفطور ولا السحور، كتجي منعشه وكتجي خفيفه ولذيذه في نفس الوقت. غنكملوا هاد الكميه هذه وغندوزو باش نصايبوا التحليه الثانيه باش غنعمروا الكيسان باش كيعطيونا واحد الشكل جميل. هانتوما بعد ما قطعت هذيك الكميه ديال الفواكه كتعطينا واحد الكميه كثيره، وكتجي اللون ديالها ممتاز. اللي كنديروا على الحامض كيبقى اللون هو. عندي هنا في الطبق الثاني 2 كيسان ديال الليمون او عصير الليمون، وكنضيف عليهم 2 معالق ديال الفلان اللي بقى ليا من ديك العلبه، فيها 4 المعالق في المجموع. وهنا غنضيف واحد المعلقه ديال النشا، النص درتو بالنشا والنص الاخر درتو بودره كريم باتيسير، وكذلك 3 المعالق ديال السكر. ودائما الحلاوه نتوما كتحكموا فيها. وكنخلط الكل على البارد مزيان حتى كينسجموا لي المكونات. عاد كنديرهم فوق البوطه حتى كيغلاو، كيبانوا لنا ديك الفقاعات كيطلعوا من الخليط كما كتشوفوا. كنعرفوا الفلان ديالنا او التحليه وجدات. بعد ما برد لينا النصف الاول اللي درنا في الطبق ديال التقديم ودرناه في الثلاجه حتى كيبرد مده واحد ربع ساعه. صافي التحليه ديالنا كتبرد. هذا باش غنكملوا هاد السيروم ديال الليمون باش غنكملوا التحليه ديالنا. كنعمروا الكيسان بالفواكه بهذه الطريقه هذه. ما تهزهمش نهائيا باش ما يخسر لكم الشكل. كتخليهم كما حطيتوهم في الاول حتى كديروا الفواكه. عاد كتضيفوا عليه النصف الاخر باش غتكملوا التحليه ديالكم او الكيسان ديالكم تعمروهم.
بهذا الشكل هدايا. كنهزو واحد المغرفه صغيره وكنعمرو الكاس بهذا الشكل. كيبقى الشكل ديالو هو ما كيتبدلش نهائيا. هاد الزوج الكيسان في الاول باش ما يخسر لكم الشكل كتخليهم كما حطيتوهم في هاد المول ديال كابكيك. بعد ما قادينا التحليه ديالنا كنديروها تبرد مده واحد نصف ساعه. هذا هو الشكل ديالها النهائي. كتجي منعشه وخفيفه تصايبوها للسحور ولا للفطور. خليت لكم الراحه والهنا، بالصحه والراحه.